السلام عليكم خوتي العزاز. واحد الجهاز ديال العناية بالبشرة ولا ترند في التيك توك وكيقولوا عليه انه كيعطي البشرة الزجاجية المثالية، ولكن المفاجأة الصادمة هي ان بزاف ديال الناس قالوا انه سبب لهم مشاكل صحية خطيرة كيف حشل الوجه والتهابات خطيرة. واش بصح هادشي ولا غير اشاعات؟ تابعوا معايا القصة حتى الاخر. كل شيء اخوتي بدا من بعد ما بدات الناس كتشارك التجارب ديالها مع جهاز ميديكو بوستر برو اللي كيعتمد على تقنيات متطوره كيف حل الليد والتيار الكهربائي الدقيق والاهتزاز الصوتي باش يعطيك تاثير البشره الزجاجيه. ولكن اخوتي المفاجاه الكبيره وقعت ملي واحد الخبيره التجميل معروفه خرجت في التيك توك وقالت انها تعرضت لمشاكل خطيرة في وجهها بعد ما استعملاته لدرجة أنها دخلت للطوارئ. وماشي غير هي، حتى مستخدمات آخرين كيف حال أمنية قالوا أنهم تعرضوا لمشاكل صحية كبيرة كيف حال شلل نصفي في وجههم بسبب التهاب الأعصاب. ولكن الشركة المصنعة ميديكوب خرجت ببيان رسمي وقالت أن هذه الادعاءات غير صحيحة وأن الجهاز ما كيسببش شلل الوجه. وهنا كيبقى السؤال المطروح، شكون نصدقو؟ ايوا يا خوتي، الحقيقة اللي خصنا نعرفوها هو أن ماشي أي منتج كيتروج في التيك توك يعني أنه آمن. ضروري ديما نستشروا مع مختصين قبل ما نجربوا اي حاجة على صحتنا. شنو رأيكم في هذا الموضوع؟ واش بصح هذا الجهاز خطير ولا كاين تهويل؟ كتبوا لي رأيكم في التعليق، وما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. باي باي.